جمعة مباركة عليكم يا رب. النهاردة تاني يوم. الزحمة يمكن تكون بدأت تهدى عندكم شوية، وممكن لسه فيكم هيروحوا شوية عزومات، بس أكيد بدأتوا تحسوا برمضان أكتر والروحانيات بدأت تعلى. النهاردة عايزة أسألك سؤال، هو أنتي ممكن تسمحي لنفسك إنك تحسي فعلا بالهدوء والسكينة؟ أنا عارفة إن يومك مليان وراكي مشاوير ولسه في عزومات ما خلصتش وارتباطات ومشاوير عايزة تعمليها، وفي أماكن مش عايزة تروحيها بس انتي مضطرة تروحيها. أنا عارفة إن مخك شغال زي المكنة. وسط كل ده بقى، نية السكينة اللي انتي اخترتيها مش جاية تزود حمل عليكي، هي جاية بس علشان تكون ونس بيخفف عنك كل الدوشة دي. النية مش محتاجة مجهود بدني، دي مجرد لحظة بس، لحظة سماح، لحظة قررتي انك تاخدي فيها نفس وتبصي على نفسك من جوه، بس بعين تانية وطريقة تانية مختلفة. نية السكينة ممكن تفعليها وانتي نايمة جنب ابنك شوية بس صغيرين لحد ما يروح في النوم. اللحظة دي احيانا بنحس انها وقت ضايع، لانك بتفكري في كل اللي وراكي ومتعطلة عشان قاعدة جنبه لحد ما ينام. هنا محتاجة تسمحي لنفسك انك تاخدي لحظة السكينة دي وتسمحي لروحك ان هي تستقبلها. ممكن صاحبتك بتكلمك في مكالمة، قررتي ان انتي تاخدي لحظة السكينة دي وتفصلي شوية عن دوشة المسؤوليات اللي وراكي وتضحكي بجد من قلبك. السكينة على فكرة بتبان في حاجات صغيرة، حاجات بتطبطب علينا، مش في الانجازات الكبيرة اللي احنا عايزين نحققها. النوايا مش لازم تتفعل وتتحقق بس في لحظات الهدوء، لكن كمان انتي محتاجة تشوفيها في لحظات الضغط والضعف والتعب اللي بتمر بيه. لو غلطتي في موقف، او لو زعقتي عشان ابنك رمى الشنطة في الارض للمرة المليون وانتي كل مرة تقوليله شيل شنطتك من على الارض، هنا نية السكينة هي اللي بتنقذك بجد من فخ جلد الذات. بدل ما تقولي لنفسك انا عصبية وفشلت، محتاجة تسمحي لنفسك تسمعي الصوت اللي جواكي بالراحة جدا، وتسألي نفسك هنا، هو أنا زعقت ليه؟ لأن أنا عارفة إن نيتك أصلا كانت إن بيتك يكون هادي ومنظم، يعني نيتك من جوه فعلا كانت نية سكينة. لما تشوفي إن ورا الغلطات دايما كان في نية إيجابية وعظيمة، هتهدي، هتقدري تسامحي نفسك وتقولي أنا نيتي السكينة، بس يمكن الطريقة ما كانتش أحسن حاجة. المرة الجاية هجرب أفكر بطريقة أحسن، أو هفكره بالراحة إنه يشيل شنطته من على الأرض. النية هنا بقت حضن بيحتوي غلطاتك وبترجعك لهدوئك بشكل أسرع. السكينة بجد بتخلي الحاجة تتحقق بشكل ألطف. لما تتحركي من مكان هادي جواكي بتلاقي نفسك بتخلصي اللي وراكي ببركة أكبر ومن غير معافرة وتعب اللي هما بيسحبوا دايما طاقتك. عايزاكي النهاردة تسمحي لنفسك تشوفي نية السكينة وهي بتزاحم الأهداف التقيلة اللي انتي حطاها لنفسك. شوفيها وانتي بتشربي كوباية مية، أو وانتي بتسكتي لحظة قبل ما تردي رد عنيف. السكينة هي اللي بتحرك اليوم. النهاردة هنعمل تمرين بسيط جدا، مش مطلوب منك غير الملاحظة والسكوت. لاحظي بس نية السكينة ظهرت فين في المواقف البسيطة اللي مريتي بيها النهاردة على مدار اليوم. لاحظي كده جسمك، صوتك، طريقتك، نفسك كانوا عاملين ازاي وانتي في لحظة السكينة دي. ارجعي كده فكري فيها بهدوء. قبل ما اقفل النهاردة عايزة اسمع منكم، اكتبيلي لما بتغلطي في حق نفسك او اولادك او اي حد، ايه اول جملة ناقدة بتقوليها لنفسك؟ ايه اول كلمة بتطلع فورا في دماغك؟ شاركوني الجمل دي، وبكرة هنعرف ازاي نتعامل مع الصوت ده جوانا بكل لطف. سلام.